استاذ عمرو، دلوقتي المفروض استاذ محمد قال ان العمل عرض على حضرتك. مش سامعين بقى. العمل عرض على حضرتك من 2012، وكنت لحد لما استاذ شادي واستاذ محمد جمله حضرتك علشان يعرضوا عليك العمل، كنت متردد، ما زلت متردد ولم تقبل بالعمل. امتى حسيت انك حابب تعمل العمل ده، وامتى وافقت وقررت انت انك تعمله؟ يعني كلمني اكتر عن النقطه دي لو سمحت. هو كل شيء بأوان، ده مبدئيا متفقين. طيب، هو اوانه جه بقى بالنسبه لي انا في حاله واحده، لما لقيت اسم الاستاذ محمد فاضل على العمل. بامانه والله، بامانه والله، بامانه. فقلت انا في ايد امينه، لان كان في قبل كده مخرج انا مش واثق فيه ومش واثق في امكانياته، وانا مش واثق ان انا نجيب الريحاني. فعدم ثقه فيا وعدم ثقه في المخرج، طب اشتغل ازاي؟ فلما لقيت ان الاستاذ محمد فاضل شايف ان عمرو ينفع يعمل الريحاني، وانا قابلته مره كنا في فرح دنيا عبد العزيز، وسالت السؤال ده، قلت له حضرتك شايف ان انا انفع اعمل نجيب الريحاني؟ قال لي اه. قلت خلاص انا مضيت المسلسل. اجابه شافيه.